ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل بقى الرز المعمر الجميل. وفي حله وفي صينيه ألمونيا، مش في طاجن. وهيعجبكم خالص. يا ريت لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. زي ما انتم شايفين الرز مفلفل، مفيش رزايه لازقه جنب اختها. طعمه حلو جدا، الحادق والحلو. انا هعمل لكم فيديو تاني الحلو. يا ريت لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك. يلا بينا نبدأ. هنا غسلت 3 كوبايات من الرز وحطيتهم في صينية عادية يعني، مش لازم طاجن. وفركتهم كده، حطيت عليهم 3 معالق سمنة، وحطيت معلقة زيت. هحط برضو بعد ما اقلبهم كويس كده في السمنة بالرز. هحط 2 3، لا ما تصورتش الاولانية كده، 4 لبن وكوباية مية مغلية. حطيت هنا نص معلقة ملح، وحطيت نص معلقة سكر، وحطيت معلقتين قشطة. ادوبهم في بعض كويس واسيبهم ساعة. اغطيهم واسيبهم ساعة. بعد كده افتحها واحطها على النار من فوق تغلي بس. بعد كده نزلتها في الفرن. وادي حبايبي لما طلعت ريحتها كانت قلبة الدنيا وطعمها جميل. مش لازم في طاجن، اي حاجة تصرفي ما تقفيش. يعني اللي تقدري تعمليه اعمليه، مش لازم تقفي. لا ده مش هعمل رز معمر عشان فيه لازم يكون عندي طاجن اما ابقى اشتري طاجن. لا، ما تعطليش نفسك. زي ما انت شايفه الرز مفلفل وزي العسل. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. سلام.